الأشياء التي لم تحدث. في حاجات بتطاردنا مش لأنها حصلت، لأنها كان ممكن تحصل. العقل البشري مش محتاج واقع عشان يتقلب، هو بيقدر يخلق الواقع لوحده، يتخيل فيصدق فيشعر كأنها حقيقة. الدماغ لما يتخيل حاجة بيستخدم نفس المناطق اللي بيستخدمها أكنه عاشها فعلا. القشرة الجبهية الأمامية بتبني القصة، والقشرة الحسية بترسم المشهد، واللوزة الدماغية بتضخ المشاعر، خوف، حنين، اشتياق، أو حتى وجع. يعني مجرد فكرة ممكن تفتح نفس الدوائر العصبية اللي كانت هتتفتح لو فعلا حصل اللي في بالك. وده السبب اللي ممكن تتقلب من ذكرى مش حقيقية وتتعلق بحد ما كانش له وجود إلا في حياتك. العقل بيصنع نسخة موازية من الحياة، نسخة ما فيهاش زمن ولا منطق، بس فيها كل الإحساس. وأحيانا اللي ما حصلش بيسيب أثر أعمق من لو كان حصل فعلا، لأن الخيال مش هروب من الحقيقة. الخيال هو الطريقة اللي العقل بيحاول يكمل بيها اللي ناقص، يخلق النهاية اللي كان نفسه فيها حتى لو عارف إن عمرها ما هتحصل. واكتر لحظة بتوجع هي لما تبقى شايف الصورة كاملة جوه دماغك، شايف الطريق والمشهد والكلمة اللي ما اتقالتش، تقوم تفتح عينك تلاقي ان كل ده ما كانش غير احتمال عاش جواك اكتر من الحقيقة نفسها. وده يمكن اصعب نوع من الفقد، انك تفتقد حاجة ملكتهاش وتزعل على عمر ما تعاش وتتألم على لحظة ما جاتش، وتكتشف ان اللي وجعك مش الواقع، اللي وجعك هي نسختك من الواقع اللي فضلت تعيشها لوحدك. وفي الاخر افهم ان عقلك مش عدو، هو بس بيحاول يحميك بطريقته. لو وجعك فدي فرصة يتنفس، وافتح باب صغير الحقيقة تدخل منه، لأن اللي جاي مش هيجي من اللي فات، واللي مكتوب ليك عمره ما هيفوتك ولا محتاج خيال عشان يحصل. وفي آخر الفيديو ما تنساش اللايك لو الكلام لمس قلبك، والشير لو حسيت إنه ممكن يطبطب على حد غيرك، والفولو عشان عيلتنا تكبر. واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر حاجة ما حصلتش كان نفسك تحصل.